السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت في تالتة ثانوي وحاسس ان الوقت فات والمنهج كبير ومش عارف تبدأ منين، ما تقلقش. في الفيديو ده هقولك على خطة واقعية تقدر تخلص بيها المنهج في شهرين بإذن الله، وتدخل الامتحان جاهز بنسبة كبيرة جدا. تابع معايا للنهاية لأن في أسرار هتفرق معاك جدا بإذن الله. أكبر مشكلة بتواجه أي طالب في تالتة ثانوي هي الوقت. تلاقي المنهج ضخم والمذاكرة بطيئة وتحس إنك مش بتنجز، لكن لو عندك خطة واضحة ومقسمها صح هتقدر تذاكر كل حاجة وتلحق تراجع كمان. علشان كده هنقسم الشهرين بشكل ذكي بحيث نقضي أول 6 أسابيع في دراسة وفهم المنهج بالكامل، وبعدها نخصص آخر أسبوعين للمراجعة القوية وحل الامتحانات. أهم حاجة هو التنفيذ بجدية. أما عن طريقة المذاكرة اليومية فأفضل تقسيمة هي إنك تذاكر في اليوم 3 فترات. الصبح تخصصها لمادة علمية زي الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الرياضيات، وبعد الظهر تذاكر مادة أدبية زي العربي أو الإنجليزي أو التاريخ أو الجغرافيا، وبالليل تركز على حل الأسئلة والمراجعة السريعة. وأهم حاجة إنك تذاكر بطريقة الفهم والتطبيق، بمعنى إنك تقرأ الدرس بفهم وبعدها على طول تحل عليه أسئلة، لأن الحفظ بدون فهم مش بس بياخد وقت طويل لكنه كمان هيخليك تنسى بسرعة. علشان كده ركز على المصادر المختصرة، استخدم الكتاب المدرسي كأساس واستعن بملخصات قوية لكن ما تعتمدش عليها. ولو فيه نقطة مش واضحة شوف فيديوهات شرح، بس خلي بالك ما تضيعش وقتك في التنقل بين المصادر بدون فايدة. المراجعة الذكية جزء مهم جدا من الخطة، علشان كده لازم تخصص يوم في الأسبوع لمراجعة اللي ذاكرته خلال الأيام السابقة. ولما توصل لآخر أسبوعين ركز على حل امتحانات السنين السابقة وحاول تحل أكبر عدد ممكن من الأسئلة. وعلشان تذاكر أسرع وأفضل جرب تقنية البومودورو اللي هي 25 دقيقة مذاكرة وبعدها 5 دقايق راحة. وكمان ابعد عن التشتت وخلي الموبايل بعيد عنك وانت بتذاكر، لان اي اشعار ممكن يضيع عليك وقت كبير. ونظم نومك كويس علشان مخك يقدر يستوعب المعلومات بشكل افضل. واهم حاجة واول حاجة واخر حاجة ما تنساش الدعاء، لان التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. وصدقني لو التزمت بالخطة دي بجد هتلاقي انك انجزت المنهج في وقت قياسي بإذن الله، ودخلت الامتحان وانت مستعد كويس جدا بإذن الله. ما تنساش تشارك الفيديو ده مع أصحابك اللي محتاجين الخطة دي، واكتب لي في التعليقات ايه أكتر حاجة بتواجهك في المذاكرة عشان أقدر أساعدك فيها. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.